فيلم آسف على الإزعاج من الأفلام الرائعة جدا، والفيلم ده حقق إيرادات مذهلة جدا في وقتها. الإيرادات دي عدت 23 مليون جنيه. طبعا ده كان رقم كبير أيامها، لدرجة إن هو كان في الصدارة بالنسبة للأفلام اللي كانت معروضة معاه في الفترة دي كلها. الفيلم هنا مش طبيعي بمعنى الكلمة، فيلم فوق الوصف. أيمن بهجت قمر المؤلف جمع فيه كل إبداعه مع المخرج الرائع خالد مرعي، وكل ما تسمع الفيلم ده هتكتشف حاجات أكتر وتقول إزاي أنا ما خدتش بالي من النقطة دي قبل كده. تعالوا مع بعض نفك شفرة الفيلم واحدة واحدة ونعرف كل أسراره. وأول حاجة هنتكلم عنها هي قصة الفيلم. ناس كتير بتتكلم عن قصة الفيلم وبتقول إن هو مقتبس من فيلم A Beautiful Mind. وارد جدا يكون فيه تشابه طبعا، لأن الفيلم بيتكلم عن نفس المرض، لكن الفيلم مختلف في تفاصيله تماما عن فيلم A Beautiful Mind. والتشابه ده ما يقللش من الفيلم نهائيا، بالعكس. كمان القصة جميلة جدا وجريئة جدا واتخدمت بطريقة صح. ودلوقتي تعالوا نتكلم عن أبطال الفيلم. الشخصية الأولى في الفيلم وهو البطل الأساسي حسن صلاح الدين زيدان. حسن ده مهندس طيران ذكي، عنده طموح عالي جدا، بيشتغل على اختراع حلو جدا وهو توفير الطاقة المستهلكة في الطيران. وبعت للسيد رئيس الجمهورية خطابات كتير علشان يساعده في تنفيذ وتمويل المشروع بتاعه. كمان عندنا شخصية تانية وهي والد حسن، الكابتن صلاح الدين محسن زيدان. والد حسن بيشتغل كابتن طيار، وكان قريب جدا منه ودايما بيتكلم معاه وبياخد رأيه وبيسمع لنصايحه. كمان عندنا من ضمن الشخصيات الرئيسية والدة حسن السيدة نوال، ودي كانت مديرة بنك، وللأسف العلاقة بينها وبين حسن كانت بعيدة جدا، مش بيتفقوا أبدا ودايما مختلفين. كمان هي بتقنع حسن بتصرفاتها وخوفها الزايد عليه. في كمان عندنا من ضمن الشخصيات فريدة، البنت الجميلة الرقيقة المبهرة اللي حسن شافها وتعلق بيها وحاول يتعرف عليها بطريقة ذكية. طبعا الفيلم فيه صدمات كتيرة جدا، بس المفروض لو احنا واخدين بالنا ومركزين الحاجات دي مش هتبقى صدمة لينا، لأن المخرج طول الفيلم ومن البداية كان قاعد بيدي إشارات واضحة جدا إن في حاجة غلط بتحصل. طيب تعالوا نعرف تفاصيل الفيلم ونجيب اللقطات الغلط كلها. في بداية الفيلم حسن كان قاعد على اللابتوب بتاعه بيكتب خطاب للسيد رئيس الجمهورية. طبعا باين من طريقة الكلام إن هو بيكتب لحد ذو منصب رفيع. بيقول له أرسل لسيادتك الخطاب رقم 186. ودي حاجة في حد ذاتها غريبة جدا، يعني 186 خطاب ومحدش رد عليك يا حسن ولسه قاعد بتكتب، يبقى أكيد في حاجة غلط. لكن الأغرب منها لما البرينتر بتطلع الورقة اللي كان كاتبها حسن بنلاقي فيها الخطاب رقم 168، وهنا نعرف إن في حاجة مش صح. كمان رقم التليفون اللي كان كاتبه حسن ده رقم مش طبيعي، رقم غريب جدا. وحسن بيكمل كلامه بس بيتخلى عن اللهجة الرسمية اللي بيتكلم بيها، وبيبدأ يتكلم كأنه بيكلم ابن خالته. بيقعد يحكي ان ازاي الناس بتكرهه علشان ذكائه وانه هو بيتعرض للاضطهاد لانه هو عبقري. بس الاغرب من ده ان لما الخطاب بيطلع من البرينتر بنلاقي ان الكلام ده مش مكتوب اصلا، وكل اللي بيتكلم عنه حسن في خطابه هو المشروع بتاعه وبس. يعني جواب عادي زيه زي اي جواب طبيعي. وده معنى ان اللي بيتكلم ويقول الكلام شخص واللي بيكتب شخص تاني خالص. وده بيوضح لنا قد ايه كان في صراع جوه حسن، صراع بين شخصين: حسن المهندس الذكي الشاطر اللي بيتكلم عن مشروع هيفيد الدولة، وبين حسن اللي بيعاني من بارانويد شيزوفرينيا اللي هي الفصام المصحوب بأوهام. كمان حسن لما كان بيكتب الجواب ادانا إشارة ان في حاجة غلط، والإشارة دي لما حسن لمس مناخيره وهو بيكتب الجواب ده. طبعا كلنا عارفين ان هي من ضمن حركات لغة الجسد، والحركة دي بتدل على ان الشخص ده رافض الكلام اللي بيسمعه او رافض الكلام اللي بيتقال قدامه او شاكك في صحة الكلام ده. والحركة دي مشهورة جدا ومعروفة في لغة الجسد. ومن ضمن اعراض مرض الفصام هي الضلالات اللي بتحصل للشخص. وزي ما قال حسن ان هو بيتعرض للأذى والمضايقات والشتيمة من الناس، وده علشان خاطر ان هو ذكي. المريض هنا بيتوهم ان عنده قدرة خارقة او عنده حاجة بتخلي الناس رفضاه وكرهاه وغيرانة منه كمان. من ضمن أعراض مرض الفصام الأفكار المشوشة والاضطرابات اللي بتحصل، وإن هو ما عندهوش تركيز نهائيا. وبنلاقي ده لما حسن بعد ما كتب الجواب قام بيصب العصير في الكوباية، وبعد كده حط الكوباية في التلاجة وأخد العصير ومشي. كمان المشهد اللي بيظهر فيه حسن وهو بيغسل وشه بنلاقيه ماسك السفنجة اللي بيتغسل بيها المواعين، وبيعصر سائل غسيل المواعين في إيده وبيغسل بيه وشه. وده من ضمن الأعراض المهمة جدا للفصام، وهو عدم الاهتمام بالمظهر الخارجي
سواء كان في غسيل وشه أو حتى في لبسه اللي كان بيلبسه. بعد كده حسن بيطلع من بيته وبيلاقي مغاوري البواب قاعد قدام الباب ماسك الجورنال بالمقلوب. فحسن بيسأله وبيقول له ايه الأخبار يا عم مغاوري؟ فبيقول له الدنيا مقلوبة يا أستاذ حسن. فحسن بيروح ماسك الجورنال ويعدله ويقول له كده هتتعدل يا عم مغاوري. بس الغريب ان مغاوري بيمسك الجورنال ويقلبه تاني، حاجة غريبة صح؟ طبعا حضرتك هتقولي دلوقتي انا كنت واخد بالي كويس جدا، والحركة دي اتكررت في الفيلم مع حسن لما والده كان ماسك الجورنال بالمقلوب. بس هقول لحضرتك لا، والد حسن كان ماسك الجورنال بالمعدول، بس هو تاني الجورنال نصين، فالحتة المتنية اللي باينة قصادنا هي اللي مقلوبة، لكن الجورنال بالنسبة له معدول. كمان من ضمن أعراض مرض الفصام هي السلوك الغير منظم ورفض التعليمات ومقاومتها دايما، وده بنشوفه لما حسن رغم ان هو واخد اجازة لكن في يوم اجازته بيروح الشغل. المدير بيستدعيه وبيقول له انت ليه جاي النهارده وانت في اجازة؟ فحسن بيقول له والله يا فندم انا نسيت ان النهارده اجازة. يرد عليه ويقول له من الطبيعي لما تيجي هنا وتفتكر ان انت اجازة تاخد بعضك وتروح، لكن ما تجيش تتنطط على زمايلك. والصدمة اللي بتحصل في نص الفيلم واللي بتكشف لنا ان والد حسن متوفي، وكمان فريدة البنت اللي بيحبها مش موجودة في الحقيقة اصلا. طبعا العقل الباطن جوه حسن كان مدرك الكلام ده، وان حسن هو اللي خالق الحوار بينه وبين والده وبينه وبين فريدة في دماغه، وبنلاقي ده في بعض المشاهد. والعقل الباطن طول الوقت كان بيحاول يبعت لحسن اشارات ان في حاجة غلط، وبنلاقي ده في بعض المشاهد زي مثلا لما حسن كان بيعمل قهوة فوالده بيقول له ما تصبليش معاك. طبعا دي حاجة بيراعيها العقل الواعي المريض، لان حسن عارف كويس انه لو صب الكوباية فلازم والده يشربها، فالعقل الواعي بيحاول يتجنب النقطة دي ويخلي حسن يعمل الخطوة دي ان هو ما يصبش القهوة لوالده. كمان حسن لما بيدخل البلكونة مامته بتنبه عليه وبتقول له لازم يقفل الباب وراه وهو خارج علشان الدبان ما يملاش الصالة الصبح، وبرغم كده حسن دايما بيسيب الباب مفتوح. وده طبعا مش عند من حسن، لكن حسن بيعمل كده لانه مقتنع تماما ان والده عايش معاه وموجود وهو اللي قاعد في البلكونة، فالوضع طبيعي ان لما والده يقوم هيقفله. حتى بالليل في مرة بيقول له ما تنساش تقفل باب البلكونة عشان ماما ما تزعقلكش الصبح. ومن ضمن الإشارات الغريبة اللي كان بيبعتها لينا المخرج هي المشهد اللي كان فيه حسن بيلعب مع والده سكواش. بنلاقي إن حسن هو اللي بيضرب الكورة وبترجع له تاني وبرضه هو اللي بيضربها تاني. والده كان بيلعب معاه لكن ولا مرة لمس الكورة أو ضربها، كأن والده ده خيال أو شبح كأنه مش موجود. وبنلاقي العقل الباطن هنا بيقول لحسن إن في حاجة غلط، بيحاول يبعت له إشارات ويفهمه، لكن العقل الواعي المريض بيحاول يوصل لحسن إن مفيش أي مشكلة، فبيخلي باباه بيقول له انت مش بتلعب حد تاني يا حسن، انت بتلعب 2 جواك. ودي عبقرية، شوف انت عايز مين يكسب وخليه يكسب. كمان في مشهد تاني لما حسن كان بيلعب مع والده شطرنج، ولا مرة المخرج جاب والد حسن وهو بيحرك اي قطعة من قطع الشطرنج، ودي كلها كانت اشارات واضحة جدا ان في حاجة غلط في حياة حسن. تعالوا نسيب والد حسن شوية ونروح لفريدة. فريدة اللي هي المفروض انها مش موجودة اصلا. مرة حسن وهو بيتكلم مع فريدة وكان واقف بره الكافيه في الشارع، وفي واحد معدي وبيبص عليه وكان مستغرب جدا. كمان حسن لما كان واقف مع فريدة في نفس الوقت كان بيسألها ويقول لها اسمك ايه؟ فقالت له فريدة. طيب حسن جاب الاسم ده منين؟ المخرج هنا بيجاوب لنا على السؤال ده على طول. لما حسن بيرجع ويحكي لوالده على اللي حصل بينه وبين فريدة، فوالده بيقول له اسمها فريدة؟ اسم قديم. فحسن بيقول له على اسم تيتا. وده طبعا بيوضح لنا ان كل حاجة بتحصل لحسن من هلاوس واوهام هو مش بيصنعها من عنده، هي بتبقى في جزء فيها من الحقيقة موجود فعلا، وحسن بيبني عليه الخيال وبيخلط الخيال بالحقيقة. وده اللي بيعمله العقل المريض والمصاب بالفصام، بيكون قصة خيالية من حاجات حقيقية بنعيشها، علشان كده المريض بيصدق ان اللي حاصل ده حقيقة. حسن هنا علشان خاطر ان هو بعيد عن والدته تماما، فدايما بيتخيل ان والده لسه عايش وبيتكلم معاه، لأن والده كان قريب منه جدا. كمان حسن خلق فريدة في خياله علشان يقدر ينفذ الحاجات اللي بيحبها. حسن كان بيخاف يعمل حاجات كتيرة قوي، من ضمنها موضوع الموتوسيكل، انه عايز يشتري موتوسيكل وعايز يسوقه، بس والدته منعاه لأنها خايفة عليه علشان ممكن يموت، فكانت رافضة ده تماما. وبمناسبة موضوع الموتوسيكل بنلاقي ان في حاجات كتير بيعملها حسن في عقله الواعي علشان يشجع نفسه على الموضوع ده، زي مقابلته مع فريدة لما كانت واقفة وكانت لابسة تيشيرت مرسوم عليه موتوسيكل، وده بيورينا قد ايه حسن كان بيعشق الموتوسيكلات. وعقله الواعي المريض بيحاول يبسط له الموضوع ويشجعه اكتر واكتر. وحب حسن للموتوسيكلات بنشوفه في مشاهد كتير،
من ضمنها لما كان حسن رايح وواقف يتفرج على الموتوسيكلات من ورا الفاترينا الإزاز في المعرض. كمان في مشهد تاني لما راح الشغل ونزل من عربيته وليه صاحبه نازل من الموتوسيكل بتاعه وركنه جنب العربية، فحسن بيبص عليه منبهر جدا بالموتوسيكل، وخصوصا لما شاف العداد 300 كيلومتر في الساعة. ولو بصينا شوية لسلوك حسن بنلاحظ ان هو اصبح انطوائي جدا، مش بيهتم بمظهره خالص، انعزل عن والدته وعن اصدقائه. طبعا ده من ضمن الاعراض القوية لمرض الفصام. تعالوا بقى نرجع شوية لمقابلات حسن مع فريدة. بنلاقي ان اول مرة حسن يقابلها لما كانوا قاعدين في الكافيه، كانت بتستخدم السكينة كأنها مراية علشان تبص فيها، فحسن بيقوم ويروح لها ويقول لها ممكن تستخدم الموبايل ده وتبص في الكاميرا بتاعته، انا كان معايا تليفون زيه وكنت بعمل كده احيانا، بس هي بتكسفه وبيرجع لمكانه تاني. ونلاحظ هنا ان حسن دايما لما بيلجأ لحاجة في خياله بيكون بانيها على الواقع الحقيقي بتاعه. يعني لما يكون متخيلها هي ماسكة موبايل، من الطبيعي هيتخيل الموبايل اللي هو يعرفه، واللي باين من كلامه ان هو كان معاه موبايل زيه قبل كده. كمان بنلاحظ حاجة غريبة في المشهد ده، ان بعد ما حسن رجع للترابيزة بتاعته تاني، المخرج بيجيب لقطة لفريدة وهي قاعدة على الترابيزة بتاعتها، وبنلاقي على الترابيزة في كوباية شاي قدامها، مع ان حسن لما كان عندها وراح لها كنا شايفين ان في عصير برتقال قدامها، وده معناها ان حسن لا قام ولا راح عندها اصلا. هو لما شافها قاعدة اتخيل المشهد كله في خياله من اوله لاخره. كمان في مرة حسن كان واقف مع فريدة في الشارع، كان في لوحة معروضة وراهم، ومن ضمن مشاهد الفيلم اننا بنلاقي نفس اللوحة دي اللي كانت معروضة وراهم وهما واقفين موجودة في حمام حسن في البيت عنده فوق البانيو على طول. وفي خلال مقابلات فريدة مع حسن بنلاحظ حاجات مهمة جدا، هو انه بيقابلها في اماكن اللي كان بيحب يشوفها زي الاماكن الاثرية. بنلاحظ ان في لوحة اثرية ورا حسن في المشهد ده وهو قاعد بيكلم مامته في البيت. كمان بنلاقي حسن في البيت بيقرا كتاب ديفارا لما مامته دخلت عليه الأوضة علشان تصحيه وهو كان نايم وحطت الكتاب على وشه. ولو كنا مركزين شوية هنلاقي ان ده نفس الكتاب اللي كانت فريدة بتقراه لما قابلها للمرة التانية في الكافيه. حسن هنا كل ما يحس ان هو ضعيف او في حاجة عايز يعملها ومش عارف او خايف ان هو يعملها، بيتخيل ان فريدة معاه وان هو بيعمل الحاجات دي وهي بتشجعه. كمان من ضمن مقابلات حسن مع فريدة وهو ماشي في الشارع لما بيقابلها صدفة، هي بتقول له تعالى هوديك مكان عمرك ما رحت قبل كده، وبتروح مدخلاه قصر البارون. بينطوا من على السور وبيدخلوا جوه القصر، فبيقول لها ان انا كل يوم بعدي من هنا من قدام القصر وانا رايح الشغل يوميا، وكان نفسي ادخل المكان ده جدا علشان اشوف البرج اللي بيتحرك على ترس جوه. كمان حسن لما بيتكلم وبيقول لفريدة اديني رقم التليفون بتاعك، فبتقول له احنا اتقابلنا صدفة اهو من غير تليفونات، كل ما هتعوزني هنتقابل صدفة. وده برضو كانت حاجة غريبة جدا ورد اغرب. حتى لما حسن كان بيتخيل ان فريدة بتكلمه كان بيلاقي رقم ارضي كانها بتكلمه من سنترال او كشك بقال. كمان في حاجة تانية غريبة في مقابلات حسن مع فريدة، لما حسن جاب لها ورد وهي مش راضية تاخده برغم ان الورد عجبها جدا. دي نفس الحركة اللي بيلجأ لها حسن لما يتكلم مع حد في خياله زي باباه مثلا، لما كان بيصب له القهوة فباباه بيقول له لا مش عايز. هنا فريدة عملت نفس الحركة لما عجبها الورد لكن ما رضيتش تاخده، طبعا لان هي مش موجودة فبالتالي مش تعرف تاخد الورد. طبعا حسن انسان ذكي جدا وعقله الباطن كان بيحاول يستوعب الامور دي ويحاول يكشفها ليه، فكان بيجيب له اسئله كتيره في دماغه. وبنشوف الكلام ده لما كان بيقول لفريده انا مستغرب منين عجبك الورد ومنين مش راضيه تاخديه. كأن عقله الباطن هنا بيحاول يصحيه ويقول له ان في حاجات مش مظبوطه بتحصل. طبعا مش هنقول ان عقله الواعي هو اللي بيجيب له الافكار دي، لان مرض الفصام بيصيب العقل الواعي نفسه، بيشوشر عليه، بيخلي الشخص يشوف حاجات مش موجوده حقيقي. في الحالة دي العقل الباطن هو اللي بيبعت الإشارات وبيحاول يفهم الشخص إن في حاجة مش مظبوطة عندك. كمان حسن عمل حركة مرة تانية لما كان في العين السخنة مع فريدة وكانوا قاعدين على البحر، فبيحاول يرميلها حجر وبيقول لها امسكي امسكي، لكن الحجر وقع في الأرض طبعا لأن فريدة مش موجودة. بس كلنا لازم نعرف إن مريض الفصام لما بيفكر في ناس مش موجودة بيحاول يتخيلها، ده ما بيكونش مجرد حب للخيال وخلاص، ده بيكون له غرض في حياته وهو بيحاول يعيش علشان يرجع ناس فقدهم. كمان حسن هنا بيحاول يخلي فريدة موجودة معاه علشان تشجعه على حاجات هو حابب يعملها بس مش قادر أو خايف يعملها، زي مثلا إن هو يسوق موتوسيكل زي ما قلنا قبل كده. حتى مرة حسن لما كان في العين السخنة بيكلم فريدة وبيقول لها أنت فعلا شجعتيني أعمل حاجات أنا كنت خايف أعملها. تعالوا بقى نسيب فريدة شوية نرجع لوالدة حسن. والدة حسن بتخاف عليه جدا، خوف زايد عن اللزوم، بتخاف إن هي تخسره، علشان كده منعته إن هو يجيب موتوسيكل وهو صغير. حتى بعد ما كبر منعته برضه إن هو يجيب موتوسيكل.
وبسبب خوفها الزايد عليه ومنعه ان هو يبقى طيار زي والده. ده من ضمن الاسباب اللي كانت مخليه حسن يكره صاحبه الطيار اللي كان موجود معاه في الشغل دايما، لان كل ما حسن بيشوفه بيفكره بحلمه وان هو كان عايز يبقى طيار، بس والدته منعته ان هو يحقق الحلم ده، علشان كده دخل هندسة طيران. وطبعا طريقة والدته معاه هي اللي خلته يبعد عنها ويقرب اكتر من والده. كمان من ضمن الاعراض الشديدة جدا في مرض حسن هي اللامبالاة، عدم الاهتمام وعدم وجود اي رد فعل ناحية الامور الغريبة اللي ممكن تحصل. وده بنلاقيه مثلا لما صدر له قرار فصل من شركة الطيران، رد فعله كان غريب جدا، ما عملش اي حاجة لا بالايجاب ولا بالسلب، ما زعلش حتى دقيقة واحدة، مسك الورقة رماها لفوق واخد بعضه ومشي عادي جدا. تعالوا نسيب والد حسن ونيجي للشخص اللي بيتكلم مع حسن في التليفون. تليفون حسن بيرن الرنة الغريبة اللي كلنا عارفينها، بنلاقي برايفت نمبر على الشاشة، وفي شخص بيكلم حسن عارف كل تفاصيل حسن الصغيرة قبل الكبيرة، عارف عنه حاجات محدش يعرفها حتى أقرب الناس ليه زي مثلا والدته. فازاي في شخص عارف كل حاجة عنه وبيتكلم بالطريقة التهريج والهزار ده؟ كمان من ضمن الحاجات الغريبة في الشخص ده انه هو بيتكلم مع حسن بيتكلم بنفس لهجته بنفس طريقته، حتى لما كان بيشتم حسن وحسن بيجي يشتمه ويرد عليه فالشخص ده بيقول له كلمة انا حمار يا ابني. حسن في مشهد من ضمن المشاهد استخدم نفس الكلمة دي لما كان بيركن العربية والسايس بيكلمه وبيقول له ارجع تاني لحد ما ركن وليه نفسه اتزنق فمش عارف يطلع، فاضطر يطلع من سقف العربية. طب انزل ازاي انا دلوقتي؟ انزل ازاي يا تيت يا ابن التيت؟ نفس الكلمة اللي قالها له الشخص في التليفون، ودي برضه حاجة غريبة. كمان مرة تانية لما حسن كان بيتقابل مع فريدة وبتقول له اختار ضحكة شبهك يا حسن، فسابها ودخل الحمام وقف قصاد المراية، وبعد ما غسل وشه قعد يضحك ضحكات كده كتير عشان يختار منها ضحكة وتكون شبهه. هنلاقي ان حسن ضحك ضحكة غريبة هنا، الضحكة دي هي نفس ضحكة الشخص اللي بيكلمه في التليفون، وده من ضمن الرسائل او الاشارات اللي كان بيبعتها لينا المخرج ان في حاجة غلط. لو بنلاحظ حسن طوال الفيلم هو بيدخن بشراهة جدا، المخرج هنا عاوزه يورينا حاجة مهمة جدا، حاجة اثبتها العلم، وهي ان التدخين له دور كبير في احتمالات الاصابة بالفصام اكتر من الناس اللي مش بتدخن. كمان لما جه الدكتور النفساني في البيت علشان يتكلم مع حسن، كان جاي طبعا يتكلم معاه على انه الشخص اللي عايز يأجر الشقة بتاعتهم. حسن بذكائه كشفه، وهنا المخرج بيلجأ للحظة دي علشان يفجر لنا المفاجأة، وهو ان والد حسن ميت. مش هيرد عليك يا حبيبي، ابوك مش هيرد عليك. ليه؟ مش هيرد لانه مات. اسكتي! مش اسكتي بقى! اسكتي! مش اسكتي! وبعد ما حسن بيتصدم بنلاقيه بيدخل الأوضة بتاعته وبيشغل أغنية معينة. رد الفعل اللي عمله حسن ده من عقله الباطن، عقله الباطن خلاه يدخل الأوضة علشان يتأكد من الحاجات دي واختار أغنية معينة. الأغنية اختارها مش صدفة، الأغنية كانت I can't believe this could be the end، اللي هي معناها أنا مش مصدق إن دي تكون النهاية. طبعا الأغنية دي ما كانتش صدفة أبدا، واختار حسن للأغنية هنا معناها إن حسن بدأ يفوق ويفهم ويعمل اتصال بين عقله الباطن وعقله الواعي. حسن شغل الأغنية وعلى الصوت على الآخر، باباه كان بيكلمه وبيقول له وطي الصوت يا حسن أنا بكلمك. حسن بدأ يعلي أكتر وبيبصله، باباه بيزعق ويقول له وطي الصوت يا حسن أنا بتكلم. حسن هنا استخدم ذكائه للمرة الألف ومسك الريموت وحطه قدام باباه، كان بيقول له أنت متضايق من الصوت؟ اتفضل وطي أنت. ده حركة ذكية جدا من العقل الباطن لحسن علشان يثبت له إن دي أوهام، لكن للأسف باباه ما اتحركش وكان باصص له وساكت. اتأكد حسن ان كل الحاجات دي من عقله الواعي المريض. بدأ حسن يمد ايده ويدوس على زرار الريموت عشان يكتم الصوت، وفعلا كتم الصوت. نسيب والد حسن شوية ونرجع لفريدة. عقل حسن الواعي بيحاول يثبت له ان هو مش مريض، بس طبعا عارف ان العقل الباطن هيقدر يغلبه وهيثبت لحسن ان فريدة مش موجودة. عقله الواعي بيحاول يسيطر عليه بكل الطرق، فحاول يثبت لحسن ان احنا ما ينفعش نكلم فريدة دي تاني، لأن فريدة دي وحشة وما تستاهلش تكون موجودة في حياتنا. فبيخليه يروح الفرح بتاع أخو صاحبه وبيقابل فريدة هناك، وهنا بيتهم فريدة بالخيانة، إن هي كانت بتلعب بيه وبكده فريدة لازم تطلع من حياته وما يقابلهاش تاني. بس طبعا علشان حسن ذكي جدا وعقله الباطن شغال يبعت له إشارات قوية، فبيحاول يكشف له الحقيقة، فخلاه ياخد بعضه ويروح لنفس المكان اللي كان بيوصل فيه فريدة، وبيطلع لبيتها فوق في الدور السادس وبيخبط على الباب. ولما بيفتح الباب بيكتشف ان الناس دول هما اللي مأجرين منه الشقة. قبل كده والدة حسن كانت بتتكلم معاه كتير على انه يروح الشقة ويجيب الإيجار من الناس هناك، حتى الراجل افتكره جاي ياخد الإيجار، فبقول له لحظة واحدة يا أستاذ حسن هجيب لك الإيجار. لكن عقله الواعي دايما كان بيوهمه بان فريدة دي موجودة. وحسن استخدم ذكائه تاني برضه وجري على الكاميرا اللي كان بيصور بيها في العين السخنة،
وبدأ يدور على الصور بتاعته هو وفريدة، وفعلا بيلاقي الصور، بس للأسف مش بيلاقي فريدة معاه، بيلاقي نفسه متصور لوحده. وبالمناسبة حابب أتكلم عن المشهد ده. أحمد حلمي استخدم إبداعه الكامل وظهر بصورة رائعة جدا في المشهد ده. كمان في مشهد تاني عبقري جدا لما اكتشف إن والده ميت. المشهدين دول بيأثروا جدا فينا وبيأكدوا وبيجسدوا قد ايه أحمد حلمي ده إنسان موهوب جدا، ايه حجم المصداقية اللي بيتكلم بيها دي. نرجع لحسن اللي بيقتنع تماما بعد كده إنه هو شخص مريض وإن هو لازم يتعالج. بياخد بعضه حسن مع مامته ويروح المستشفى، يروح عشان يتعالج. وهناك برضه بنلاقيه بيعاني جدا من الناس اللي لسه بتطرده زي والده وزي فريدة اللي كان بيشوفهم في كل حتة. بس بعد كده حسن بيتعالج، بيمشي على العلاج وبيخرج من المستشفى. بنبص نلاقي حسن بيرجع لحلمه الأولاني وبيبدأ يركز فيه، المشروع بتاعه، الحقيقة الكبرى اللي في حياة حسن. كمان بنلاقي الشركات الأجنبية اللي كانت بتعرض على حسن إن هي تمول له المشروع بتاعه، لكن حسن كان نفسه ينفذ المشروع جوه مصر. وحسن بيرجع لشغله تاني بقرار من شركة الطيران المصرية اللي بتدي لحسن صلاحية إن هو ينفذ المشروع بتاعه داخل الورش الخاصة بشركة الطيران. بس بعد كده حسن يروح الكافيه وبيحصل له حاجتين أغرب من بعض. أول حاجة فيهم هي الجرسون اللي شغال في الكافيه، وبرغم إن حسن فعلا اتعالج لكن بنلاقي الجرسون بيشتمه. فحسن بيقول له خلاص أنا اتعالجت وعرفت إن أنت فعلا بتكرهني وبتشتمني وإن دي ما كانتش أوهام. الحاجة التانية الغريبة برضو هو إن حسن بيبص يلاقي فريدة قاعدة على الترابيزة اللي قصاده هناك في الكافيه، فبيطلع التليفون وبيستخدم ذكائه وبيصورها بالكاميرا. وبعد كده بيبص في التليفون وبيلاقيها موجودة فعلا، لكن بيبص يلاقي فريدة بعد كده اتحركت وجات لحد عنده في الترابيزة بتاعته بتقول له ازيك يا حسن. قال لها انت حقيقية؟ فضحكت وقالت له طبعا حقيقية، بس انا مسميش فريدة، انا اسمي مريم. وفي مشهد برضه في اخر الفيلم لما حسن كان واقف بيتصور هو وزوجته، بنلاقي ان والده ووالدته واقفين على يمينه وشماله، وده معناها ان حسن بطل ياخد العلاج علشان يرجع يشوفهم تاني. حسن ده شخصية حساسة جدا، منطوي، مش بيحب الزحمة، عنده العالم الخاص بتاعه، بيفكر كتير بس عنده مشاكل في التعبير عن نفسه، علشان كده بيحاول يهرب للخيال. حسن بيتألم في صمت محدش حاسس بيه. لو حبينا نشخص حسن من ناحية الطب النفسي، لأن الشخصية دي بتعاني من شيزوفرينيا أو الفصام، تحديدا نوع معين من أنواع الفصام وهو البارانويد شيزوفرينيا، اللي هو الفصام المصحوب بأوهام. وده كان باين من حاجتين أساسيين في الفيلم. أول حاجة هي الهلوسات السمعية والبصرية، زي لما كان بيتكلم مع أبوه باستمرار، بيشوف وبيتناقش معاه كأنه عايش يعني معاه، وده مش مجرد خيال بيتخيله أي شخص طبيعي. ده عرض واضح من أعراض الفصام اللي هو الهلوسة، يعني إن الشخص بيسمع أو يشوف حاجات مش موجودة. مش بس الهلوسات السمعية والبصرية، ده كمان حتى الأوهام. حسن كان فاكر نفسه في مهمة سرية، يعني عايش جوه فيلم في دماغه كده. كمان في أعراض تانية كتير بتأكد التشخيص ده، زي الانعزال الاجتماعي اللي كان بيعمله حسن. ما كانش بيحب يروح أماكن، ما كانش بيحب حتى يقعد مع والدته، دايما معزول. فالانعزال الاجتماعي ده كان عرض من ضمن الأعراض. كمان الاضطراب في التفكير والكلام، كمان كان صعب جدا إنه يفرق بين الواقع والخيال. كمان ردود أفعاله العاطفية المش متناسبة تماما في بعض الأحيان كانت دي أعراض واضحة جدا بتشخص المرض. في ملحوظة مهمة جدا هنا حابب أقولها، وهي إن حسن مش مجنون، ودي الرسالة الأساسية اللي الفيلم بيقدمها. حسن شاب عبقري حساس جدا، عنده خيال رائع، لكنه بيعاني من مرض نفسي حقيقي، والفيلم اتعامل معاه بإنسانية واحترافية عالية جدا. طيب هل شرط الفصام ده بيكون مرتبط بإبداع؟ عايز أقولك إن مش شرط، لكن في علاقة معقدة جدا بين الفصام وبين بعض أنواع الإبداع، وخاصة الإبداع الفني. يعني لو حبينا نشرح شرح عملي كده، مش كل شخص مبدع عنده فصام، ومش كل مريض فصام بيبقى مبدع، لكن في ربط قوي بين القدرة على التفكير خارج الصندوق وبين الذهان أو الفصام. وفي أبحاث كتير لقيت إن بعض الناس اللي عندهم استعداد وراثي للفصام بيكون عندهم طريقة تفكير مرنة وغير تقليدية. طب هل صدمة فقدان الأب اللي تعرض لها حسن هي السبب في حالته، ولا الانطوائية هي السبب، ولا خوف أمه الزايد عليه؟ عايز أقولك إن اللي حصل لحسن مش سببه حاجة واحدة، لكنه تراكم ل3 عوامل رئيسية، وهي اللي شكلت حالته النفسية دي وسببت له الفصام. أول سبب هو الصدمة في وفاة والده، وده الحدث المفاجئ، ودي كانت الشرارة الأساسية. والده اللي كان بالنسبة له كل حاجة مات فجأة. حسن اتصدم، كأنه روحه اتكسرت جواه. المشكلة هنا مش بس إن هو فقد والده، لكن هو كمان ما قدرش يعدي الصدمة.
وبدأ يحبسها جواه ويخلق صورة أبوه جواه من جديد علشان يطبطب على نفسه بيه. تاني سبب بعد الصدمة هو الانطوائية المفرطة، ودي طبيعته الشخصية. وزي ما اتكلمنا قبل كده عن الانطوائية ان هي مش مرض ولا حاجة، بس لو زادت عن حدها بتدخل الشخص في حالة مرضية. لو حابب تعرف تفصيل اكتر عن الانطوائية هسيب لك الرابط في صندوق الوصف. حسن بطبيعته شخص داخلي قوي، بيعيش جواه اكتر من براه، وده مخلي مخه بيعالج الصدمة بطريقة خاصة. يعني لو الواقع مؤلم اخلق واقع موازي لنفسك وريح بيه نفسك. الانطوائي الشديد ممكن يهرب من العالم بالخيال، يبقى عايش كل حياته في خيال، بس بيبقى فاهم ان هو عايش في خيال وان في عالم حقيقي. لكن الانطوائية هنا مع الصدمة ساهمت في ان حسن ينعزل عن العالم الحقيقي. كمان الخوف الزايد من الام، احتواء الام اللي تحول لخنقة. امه كانت بتحبه جدا، لكن حبها كان خانق، كانت بتحصره بخوفها، كانت بتخليه يحس ان هو ضعيف ومحتاج لحماية دايما. النتيجة حسن ما كملش رجولته النفسية، فضل جوه قوقعة الطفل، محتاج لحضن، محتاج لمشورة، محتاج لتشجيع، مش قادر يواجه العالم لوحده. الخلاصة هنا في كلامنا ان الصدمة كانت هي الشرارة، بس الانطوائية كانت هي الارض الخصبة اللي وقعت فيها الصدمة دي ونبتت. خوف الام هنا كان السماد اللي خلى الموضوع يكبر ويتحول لفصام. يعني ال3 اسباب دول هما المسؤولين عن حالة حسن، بس صدمة فقدان ابوه كانت هي البداية.